اشتراكك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صباح الخير. هكلم مع حضراتكم في الجنس. جنس يا خبر، ده انا نص اصدقائي قشروا، اكيد هيقولوا دلوقتي احنا هنقطع علاقتنا وصداقتنا بالدكتوره زينب سيل. باختصار شديد جدا، النقطه اللي عاوزه اكلم حضراتكم فيها، اولا بتمنى ان احنا نعمل زي فريق عمل من خلال مجموعه اصدقائي الجمال اللي ما شاء الله في كل التخصصات. طب ايه الموضوع بقى باختصار كده؟ اعلانات اللي بتروج لعلاجات الضعف الجنسي والامراض الجنسيه. يا جماعه من فضلكم، كل الحاجات اللي بتشوفوها دي، اجهزه تكبير عضو ذكري، اجهزه تصغير، معرفش علاج سرعه قذف، علاج معرفش ضعف انتصاب، كل الكلام ده وهم ملوش اي علاقه بالطب ولا بالعلم ولا اي حاجه. مش هتكلم عن الجانب الفيزيكال لانه مش تخصصي، لكن انا باكد لحضراتكم العلم تقدم في الموضوع ده كله، ملوش لازمه الخرافات وملهاش لازمه الاعلانات. كل اللي حضراتكم شايفينه ده هدفه الربح لا اكتر ولا اقل. مره تانية وبسرعه جدا عشان ما اطولش على حضراتكم، اتمنى ان احنا نعمل زي فريق عمل، ان احنا نوصل صوتنا للمسؤول. والله انا بستغرب جدا، هي فين وزاره الصحه وفين جمعيات حمايه المستهلك وما الى ذلك؟ كل الكلام ده يا جماعه وهم. الامراض الجنسيه زي اي مرض. بكلم حضراتكم، انا عندي حساسيه في عينيا، اشمعنى بروح للدكتور الرمد؟ اشمعنى لما الواحد قلبه بيوجعه وما اكتر وجع القلوب بنروح للدكتور؟ كل اللي حضراتكم بتشوفوه ده وهم. وبستاذن حضراتكم اصدقائي اللي بحبهم جدا وبحترمهم جدا جدا، ان احنا نكون زي فريق عمل، نقول وننصح على قد ما نقدر، كل منا في موقعه. هنتظر تعليقات حضراتكم على الموضوع.